تكلمت سابقا عن فوائد القهوة الكثيرة جدا المعتمدة والمثبتة طبيا، والتي منها فائدة القهوة على أمراض القلب والشرايين، تقليل فرصة حدوث جلطات القلب والشرايين، تقليل فرصة حدوث الزهايمر، زيادة الانتباه والإنتاجية في العمل كما يعرف الكثير من الناس، تقليل فرصة حدوث الكبد الدهني، وإذا كان الشخص عنده كبد دهني فإنه تفيده في تقليل فرصة حدوث تليف نتيجة عن هذا الكبد الدهني. ولها فوائد كثيرة أخرى على الجسم، لكن ذكرت لكم كذلك أن فوائد القهوة ممكن أن تقل إذا كانت مضاف لها أشياء ثانية ترفع السكر وترفع الدهون في الدم، مثل الكراميل والكريم والأشياء الأخرى والسكريات العالية. أفضل قهوة هي أي نوع القهوة، سواء كانت القهوة العربية أو القهوة السوداء، لكن أغلب الدراسات تم دراستها على البلاك كافي والقهوة السوداء بأنواعها كلها. الشيء الأخير، متى أفضل وقت لتناول القهوة للاستفادة منها أكثر فائدة صحية؟ وأفضل وقت في فترة الصباح، يعني في فترة من الصباح إلى وقت الظهيرة تقريبا، وخصوصا فترة الصباح أن تتناول 3 أكواب من القهوة فما فوق، يعني كنت تلاكك القهوة خلال الفترة الصباحية، يعتبر ذلك أقصى فائدة للقهوة. بعد ذلك في فوائد لكنها تكون أقل نسبيا على للجسم من تناول القهوة خلال فترة الصباح.